نرجع بقى لأيام الأكاديمية. زيزو عاش هناك 7 سنين كاملين بيتمرن وبيتعلم وبيتحول للنسخة اللي هنتكلم عنها النهاردة، واللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش انه لعب ال7 سنين دول حافل قدمين، مش عشان الفقر ولا الامكانيات، لا ده كان عشان نظام الأكاديمية نفسها، عشان يطور من احساس اللعيب بالكورة، يبقى عنده كنترول حقيقي. ومع الأكاديمية زيزو شارك في كل البطولات جوه مصر وبره مصر، وكانت التجربة الأجمل بالنسبة له هي لما الأكاديمية شاركت في بطولة دانون نيشنز كاب اللي بتتنظم كل سنة باسم زين الدين زيدان نفسه، وهناك اتحققت أول أحلام زيزو، وشاف أسطورته واقفة قدامه واتصور معاه، والولد الصغير واقف قدام قدوته، والصورة اللي اتاخدت في اليوم ده فضلت محفورة في ذهنه سنين، وهو ساكت وهو بيحلم، ويجي وقت التنفيذ وهو بيتبلغ ان الولد اللي بقى عنده 17 سنة هيسيب مصر ويروح يكمل مشواره في ليرس البلجيكي كمحترف تحت السن.